السلام عليكم، ورجعنا لكم بفيديو جديد بعد انقطاع تاني كالعادة. ولكن اوعدكم ان انا مش هطولها تاني، وان شاء الله الفترة الجاية هنزل بانتظام. النهاردة جايين نتكلم عن اكتر 10 افلام مبالغ فيهم او اوفر ريتد بالنسبة لي. خلي بالكم ده رأيي الشخصي، فنتخانق في الكومنتات واكتبوا لي افلامكم الاوفر ريتد في الكومنتات، ويلا بينا نبدأ. رقم 10 معانا هو فيلم بالب فيكشن. يعني ليه الفيلم ده بجد؟ ليه الفيلم ده من اعلى الافلام تقييم على اي ام دي بي وعلى ليتر بوكس؟ يعني مش فاهم. ترنتينو نفسه عارف ان الفيلم ده عبيط، هو فيلم عبيط يعني، وانتوا بس اللي مش عارفين انه عبيط. انتوا ليه مصممين تحطوا الفيلم ده في حتة كده ان هو عن الفلسفية العدمية والهبل ده؟ الفيلم عبيط ومخرجه عارف كده، حتى مخرج الفيلم مش بيفضل الفيلم ده. فالفيلم انا مش بقول انه سيء، الفيلم ممتع، والفيلم يعني مسلي، فيلم شغال حلو، ولكن مش بالقدر اللي انتوا عاملينه ده. القائمة دي ترتيبها رقمي عادي جدا، رقم 10 مش أسوأ من رقم 9. رقم 9 Grave of the Fireflies. يعني قبل ما تشتمني، الفيلم ده من كتر ما الناس بلغت في قد ايه هو حزين وكئيب ويقطع القلب. البت ماتت وانا ما حسيتش اصلا، اللي هو البت ماتت، انا كنت نايم صحيت كده لقيتها ماتت. من كتر ما الفيلم ممل، ومعظم المشاهد اللي في الفيلم بيستعرض الانيميشن في الكادرات الثابته، في ان انت بيوريك منظر طبيعي كده ملوش علاقه بالاحداث. الفيلم انا مش بقول ان هو فيلم سيء، الناس بس بلغت في قد ايه الفيلم ده كئيب وحزين، وده خلى ان انا وانا داخل متوقع ان قلبي يعني يتقطع بقى وعيط ومش عارف ايه، ولكن ده ما حصلش. يعني الفيلم حلو، انيميشن كويس، القصه حلوه، الفكرة فعلا مؤثرة، ولكن انا ما تأثرتش بيها بالقدر بتاع كل الناس، وخاصة في قضية ضحايا الحروب دي ما تأثرتش بالفيلم ده زي فيلم مثلا زي لايف از بيوتيفول. رقم 8 فيلم امريكان سايكو. انا بكره الفيلم ده، انا ما بحاولش اتبرر، انا ما عنديش اي تفسير ليه ممكن حد يحب الفيلم ده الا لو هو عيل سيجما بيدعي انه مكتئب. بس يعني اي حد تاني بيحب الفيلم ده بتحبه ليه؟ بجد الفيلم ده من اول مرة شفته ما عجبنيش خالص، حتى لما كان ترند. يعني بجد فيلم خرا، وتم اهدار اداء كريستيان بيل في فيلم معفن زي ده. بجد الفيلم مقرف، ملوش اي هدف. يعني بجد مش عايز اعرف اي حد بيحب الفيلم ده. لا انا اسف، ما تعملوش ان سبسكرايب. رقم 7 فيلم 500 Days of Summer. يعني بجد الفيلم ده فيلم رومانسي حزين عادي جدا، الناس بقى حطاه في مكانة اعلى من مكانته بكتير جدا. يعني مثلا الفيلم ده مثلا لو جيت اقارنه بفيلم رومانسي حزين برضو بيتكلم عن الانفصال، هما الاتنين بفيلم لا لا لاند مثلا، ايه اللي يفرق الفيلمين دول عن بعض؟ فيلم لا لا لاند هو فيلم مميز جدا، فيلم مميز بصريا وفي الساوند تراك وفي الكتابه وفي التمثيل. لكن 500 دايز اوف سمر فيلم عادي جدا. ممكن انا مش بحبه عشان انا مش متاثر بالموضوع، مش بريليت ليه، فاهمني؟ يعني الفيلم ده مش متخيل اي حد برضه بيحبه الا العيال اللي بتكتب بوست على الفيسبوك يقول لك الفيلم ده هتشوفه مرتين، مره وانت بتتفرج على الفيلم، مره وانت عايشه في حياتك. رقم 6 وانا اسف جدا، هاري بوتر الجزء الاخير. يعني على الرغم من عشقي لسلسلة هاري بوتر من حيث كل حاجة، من حيث العالم، من حيث الشخصيات، من حيث الأحداث، الإخراج، التمثيل، كل حاجة في هاري بوتر بحبها، ولكن أنا ما عجبتنيش خالص نهاية السلسلة. يعني أحبطتني جدا، زيها زي نهاية جيم اوف ثرونز مثلا، محبطة جدا. ونهاية المسلسل ده ونهاية فيلم هاري بوتر السلسلة يعني هي التعريف الحرفي لسلق البيض، مستعجله جدا، واحداث كتير ما تمهدلهاش بشكل كويس، خاصه حوار شخصيه نيفل، شخصيه تافهه جدا، فمش طبيعي ان هي تيجي تعمل حاجه مهمه زي اللي حصلت في الاخر دي وانت اصلا ما اديتلهاش مساحه بربع جنيه في الثمان افلام اللي انت عملتهم. فاتمنى ان في المسلسل يعني ان الموضوع ده يتظبط، وكل شخصيه من الشخصيات اللي هي الثانويه دي تاخد حقها بشكل كويس، بدل ما احنا كنا مركزين على 3 شخصيات بس. ودي كانت حاجه حلوه، يعني مش بقول ان دي حاجه وحشه، ولكن انا مش عايز احرق من كده. الفيلم ده فيه حاجات كتير انا مش بحبها. رقم 5 وانا خلاص مستعد لعواقب الفيديو ده، فيلم انترستيلر. يعني خلينا نتكلم جد شويه، انا مقدر جدا ومعجب جدا بالمجهود التقني اللي حصل في الفيلم من ساوند تراك وانتاج وتصوير واخراج وكل الهيصه دي، كلام جميل، لكن الكتابه ايه ده؟
يعني ايه ده بجد يعني اللي هو اللي اخترعوا السفينة اللي هتنقذ مستقبل البشرية وهتنقذ الكوكب، ما جابوش حد كده بالصدفة مثلا يزوقها، يعني مستنين واحد سواق توك توك يعدي بالصدفة كده عشان هو ده اللي يخش بالسفينة دي في ثقب اسود؟ يعني مش كلام ما يخشش العقل. وغير بقى وغيرها من الثغرات في الفيلم ده، يعني مثلا نولان كده جه في اخر الفيلم حس ان الدنيا ماشيه تمام، راح مطلع لك كده مات ديمون يطلعوا فيلن كده وخلاص، عشان يعني ما فيش سبب تاني، مفيش اي سبب تاني انت تطلع كده فيلن عشان بس ايه، تطول الفيلم شويه ويكون في عقبه كده في الاخر، ملهاش اي تفسير تاني. لكن انا بحب الفيلم ده يعني عشان هو فيلم حلو، لكن مش فيلم بالمكانه اللي انتوا حاطينها فيها دي. في ناس معتبره الفيلم ده احسن فيلم في التاريخ يعني بجد حريه الراي بقت صعبه. يعني رقم 4، حبيب قلبي، فيلم سوبرمان. اتكلمت عن الفيلم ده بما فيه كفايه في المراجعه بتاعت الفيلم، شوف اسيب لك اللينك في الديسكربشن او خش على القناه تلاقيها. لكن الفيلم ده بجد يا جماعه كفايه تعظيم في الفيلم ده، انا همسح الفيسبوك خلاص يا جدعان، الفيلم جامد يا عم، خلاص كفايه يا جدعان، الفيلم خلاص بقى يعني نزل على النت وكل الناس شافته، كفايه كلام عنه بجد عشان انا تعبت. يعني مثلا اوقات كتير مارفل بتعمل افلام وحشه، ماشي، فيلم وحش زي فيلم مثلا كابتن مارفل مثلا، فيلم وحش، ولكن الفيلم ده انا مش هقدر اطلع منه ثغرات، مش هقدر اطلع منه مشاكل ما تخشش دماغ حد، فاهمني؟ هو ده الفرق ما بين الافلام الوحشه والافلام اللي فيها مشاكل. ده فيلم فيه مشكله، فيلم فيه واحد كتب حاجات ما تخشش مخ حد، ويعني الموضوع ده وتفاصيله في مراجعه فيلم سوبر، مش عايز اتكلم عنه دلوقتي. رقم 3 وهو فيلم برضه سوبر هيروز، وهو معشوق الجماهير، فيلم ذا دارك نايت. انا بحب الفيلم ده جدا قوي فشخ، يعني مش عايز اقول الاخر واحده، بس هو بحب الفيلم ده جدا، ولكن يعني مش كده، يعني مش كده يا جدعان، الفيلم ده مش من افضل 50 فيلم في التاريخ حتى عشان يتحط تالت على اي ام دي بي. يعني لما ده يتحط تالت واماديوس محطوط حاجه و70، يعني ازاي؟ يعني مش معقول يا جدعان. انا مقدر جدا للجوكر والفيلم كله فيلم جامد فشخ، ولكن مش بالشكل ده يا جدعان، يعني مش معقول. رقم 2 فيلم ريزر هيد. الفيلم ده يعني ناس كتير مش هتعرفه، ومجتمع ليتر بوكس ومدعين الحنكة هيعرفوه، ولكن الفيلم ده بجد وحش اوي. الفيلم ده من اسوأ ما رأت عيني. الفيلم ده من اخراج ديفيد لينش، شخص كده مدعي حنكة ومدعي علم ومدعي ثقافة، مدعي ان هو عنده دماغ ما جاتش قبل كده، يعني فاكر نفسه يعني مسوي فيها ستانلي كوبريك، يعني يعرف مقامك كده ديفيد لينش. ويعني بجد الراجل ده افلامه خرا، مشفتلوش غير الفيلم ده، بس هو بجد راجل اوفر ريتد، والفيلم ده اوفر ريتد. وبجد بقى بجد انا مش عايز حد بيحب الفيلم ده عندي في القناه يطلع يا اسطى. المهم يعني بهزر والله. الفيلم كله مشاهد عبثيه غريبه ملهاش اي معنى، ولو جيت اتكلمت اقول لك دي افلام سرياليه. يعني ايه افلام سرياليه؟ انا بحب افلام السرياليه، بس الفيلم ده عبيط، الفيلم ده غريب ووهبل، وبجد يعني كل بقى العبط اللي ملوش اي علاقه ببعضه ده، لو جيت تشوف بقى شرح الفيلم هتلاقيه بيتكلم عن ان الاطفال الغير شرعيين، الناس اللي بيجيبوهم دول اشخاص غير مستعدين وغير مسؤولين عن حاجه زي كده. يعني راجل ده انت لو كنت عملت اعلان لشركه كان هيبقى احسن. رقم 1 وخلاص بقى خربت وانا اتكنسلت وقررت وخلاص، يعني هو فيلم جود فيلز. يعني هدوء بس هدوء. الفيلم ده انا مش بقول ان هو فيلم وحش، فيلم جامد فشخ، ولكن الفيلم برضه بيتاخد بطريقة مبالغ فيها جدا. فيلم فيه مشاهد كتير أيقونية وكل الكلام اللي انت عايزه، ولكن الفيلم بيتصاعد وبينزل برتم بطيء وممل ومحبط. يعني مش مشكلتي ان دي قصة حقيقية ولازم تتعمل بالشكل ده، يعني انجلوريوس باستردز يعني خلاص، يعني فاهمني، خلاص فهمت، مش محتاج اوضح انجلوريوس باستردز عمل ايه في قصة حقيقية. مش بقول هنا ان سكورسيزي مثلا يخليهم ان هم ما يخشوش السجن في الاخر، لكن كان ممكن يعملها بطريقة احسن من كده. وحسيت برضو ان القصة مش بالعبقرية دي، يعني قصص افلام المافيا اصلا مش حاجه جديده، مش حاجه يعني ما تقدرش تعمل فيها حاجه فلتة مثلا زي سيتي اوف جاد ده اللي كان في حته تانية، ده افضل فيلم مافيا في التاريخ يعني. المهم يعني عشان ما ابعدش عن الموضوع، فيلم جود فيلز فيلم جامد جدا، ولكنه فيلم اوفر ريتد جدا. وبس كده، اتمنى يعني ما تكونش بقى خلاص اتكرهت وكنسلت. نكمل الخناقه تحت في الكومنتات، وقولوا رايكم في الفيديو وفي القايمه تحت برضه في الكومنتات. ومتنسوش لو الفيديو عجبكم لايك وسبسكرايب، ودمتم سالمين.